سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. ونشوفوا في هذا الفيديو مبارك عليكم الشهر، شهر رمضان الكريم، وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مرحبا بكم في الحلقة الأولى من سلسلة أثري روحك. إن شاء الله هذه الحلقات يكونوا مفيدين لكم ولي إن شاء الله. كامل نعرفوا أنه كلمة ثراء تشمل كل نواحي الحياة، يعني ثراء في الصحة، ثراء في العلاقات، ثراء في الأولاد، في المال. يعني كلمة ثراء هي كلمة عامة، يعني ثراء في كل نواحي الحياة. أما إذا خصصنا هذه الكلمة وقلنا ثراء مادي ستصبح ثراء مادي، يعني ثراء ملموس مثل المال. إذا قلنا ثراء روحي سيتسع هذا المفهوم إلى الفطرة، إلى روح الإنسان. فالفطرة الإنسان مبنية على الحب، على البهجة، على السلام الداخلي. كل ما كان الإنسان حقيقي وفطري كل ما كان متصل مع روحه، وكل ما كان عنده ثراء روحي، وكل ما كانت عنده القدرة على قيادة روحه. لما نقول إنسان يعني يعيش على فطرته، إنسان حقيقي، معناه هذا الإنسان يعيش بدون قيود، يعني يعبر كما يحب، يرفض كما يحب، يعمل ما يشاء. هذا الإنسان عايش بفطرته، يعني عايش حقيقي، لا يتقمص شخصيات أخرى، لا يحاول إرضاء الناس على حساب نفسه. هذا الإنسان كل ما كان حقيقي، كل ما كان فطري، كل ما كان قادر أنه يتصل مع روحه. كل ما كان عند الإنسان اتصال عالي وقيادة لروحه أعلى. فحتى يصل إلى هذه الفطرة، وحتى يصل إلى الاتصال والقدرة على قيادة روحه، فعلى الإنسان أول شيء، واللي حبيت نحكي عليه في هذه الحلقة، هو قدرة الإنسان على مواجهة نفسه ورؤيتها بوضوح. هذا عند اليابان يسموه قوة المرآة. يعني كل ما كان الإنسان يعني نادم، في حالة ندم ولا في حالة غضب ولا في حالة جلد لذاته، هذا الإنسان يكون بعيد على فطرته، يكون بعيد على اتصاله بروحه. أما الإنسان اللي يكون قادر يواجه نفسه بثغراته وبأخطائه وبعيوبه، ويكون متصالح مع روحه ويكون متصالح مع ذاته، والعكس، بدل أنه يجلد روحه ويكون في حالة ندم ويكون في حالة غضب ويكون في حالة تعصب، يكون يحوس على البديل، يكون يحوس على الحلول، يكون يحوس على صناعة البهجة لنفسه. فكل ما كانت للإنسان القدرة على التصالح مع نفسه، كل ما كانت عنده القدرة على صناعة البهجة في حياته. وصناعة البهجة هي الفطرة. يعني قلنا في الأول الفطرة فيها الحب، فيها البهجة، فيها السلام الداخلي وما إلى ذلك. يعني كل ما نسعى إليه الآن فوق الأرض نحن كبشرية، يعني المصب تاعه الوحيد هو السلام الداخلي، أو الحصول على البهجة، أو الحصول على الحب، أو أشياء من هذه الفطرة الروحية اللي خلقنا الله سبحانه وتعالى عليها. فحتى الإنسان يكون قادر على استشعار هذه البهجة، وقادر على استشعار هذا الحب وهذا السلام الداخلي، فأول شيء يجب عليه أن تكون عنده القدرة أنه يكون متصالح مع ذاته. فاستشعار الثراء، أصلا الشعور بالثراء، ما هو الشعور بالثراء؟ هو أنك تكوني في حالة شعور بشيء لا متناهي، بشيء غير محدود، بشيء يعني شيء يبهج نفسك بطريقة غير متناهية، يعني بشكل غير متناهي، شيء يوصلك للسلام الداخلي بشكل لا متناهي. يعني ثراء، هذا هو المفهوم تاعه. فالثراء الروحي نفسه، يعني إذا الإنسان حب يستشعر هذا الثراء، أنه عنده سلام داخلي وعنده بهجة وعنده حب لا متناهي، فأول شيء عليه أن يكون في حالة سلام مع نفسه، في حالة اتصال مع نفسه، في حالة تقبل لنفسه وتصالح مع نفسه. لذلك قلنا أنه الشخص أو الإنسان لما يكون في حالة تعصب ولا في حالة ندم ولا في حالة جلد ذات ولا في حالة تأنيب ضمير، هذا الإنسان يكون خرج على روحه، ما يكونش في حالة شعور بالثراء مع روحه، ويكون اتصل بالعالم الخارجي، ويكون في حالة محدودية، في حالة شعور محدود، يعني معاكس لمفهوم الثراء. فلذلك في هذه الحلقة حبيت نقول لكم أنه الوصول إلى الفطرة، يعني حتى يصل الإنسان إلى فطرته اللي هي الحب والسلام الداخلي والبهجة وما إلى ذلك، فعليه أول شيء أن تكون عنده القدرة أنه يتصالح مع نفسه، وأن يبتعد عن الندم، وأن يبتعد عن المشاعر هذه السلبية التي تحبطه، حتى يقدر أن يتواصل مع روحه
وحتى يستشعر الثراء الروحي. لذلك يكون في حالة تصالح مع نفسه، ويكون في حالة قبول لنفسه، ويكون في حالة صناعة البهجة لنفسه. هذا هو موضوع حلقة الأولى من أثري روحك. إن شاء الله نتلاقوا في حلقات أخرى بإذن الله. خليتكم على خير، يلا باي باي.